السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. الدرس ده ان شاء الله هنتكلم عن النافيجيشن في برنامج بلندر. ايه هو النافيجيشن؟ اولا خليني انزل كده اوبجكت بالشكل ده. طبعا احنا مسحنا الاوبجكت الاولاني. دلوقتي انا عايز الف حوالين الاوبجكت ده، او عايز اتحرك جوه الفيو بورت، عايز اتحرك جوه العالم ده. عشان اتحرك جوه العالم ده انا محتاج زرارين مهمين جدا. محتاج طبعا الماوس، ومحتاج معايا الشيفت. طيب دلوقتي انا عشان الف حوالين الاوبجكت، فاكرين لما قلنا من هنا دخلنا على بريفرنس ورحنا على الفيو بورت وقلنا عايزينه يبقى مش من فيو بورت، قلنا تقريبا من انترفيس، لا من نافيجيشن. لما دخلنا على نافيجيشن قلنا هنا عايزينه اوربت اراوند سيلكشن. تمام. اوربت اراوند سيلكشن، او ايه هو الاوربت اصلا؟ الاوربت ده ان انا الف حوالين الاوبجكت، الف حواليه كده. طب انا بدوس على ايه وانا بلف كده؟ انا بدوس على السكرول بتاعت الماوس. يعني السكرول بتاعت الماوس دي كده بخليني الف حوالين الاوبجكت. تمام. طبعا لو انت عندك ماوس من غير سكرول دي هتبقى مشكله بالنسبه لك، الا لو انت بقى تستخدم ال 3 ايميوليت بوتوم، دي حاجه تانية. بس طبعا الافضل انك يبقى عندك سكرول عشان طبعا تعرف تعمل زوم. طيب انا وانا بلف كده، يعني انا بتحرك كده، بدوس وبتحرك كده فبيلف حوالين الاوبجكت. لو الاوبجكت ده عندي هنا وانا عمل عليه سيلكشن هيلف حواليه. طب لو انا ما عملتش الاختيار ده زي ما قلنا الدرس اللي فات كده، تمام، وقلت له سيف ريفرنس، طبعا لما اجي الف هيلف حوالين الشاشه مش هيلف حوالين الاوبجكت، ودي مشكله. هفضل اعمل كده والف واعمل كده والف، طبعا دي مشكله كبيره. فانا محتاج ان انا اروح من بريفرنس واقول له خليها لي اوربت اراوند سيلكشن. تمام. من ضمن الحاجات اللي مش عايزك تعملها انك تعمل دبس، يعني هيبدا يعمل زوم على اساس العمق بتاعك، فما تخليهاش بالشكل ده. تمام. وابدا اشتغل بالطريقه دي كده وخلاص والدنيا تمام. طب انا عايز اتحرك يمين وشمال بقى، يعني انا لفيت حواليه، انا عايزه يعني مثلا هو نفترض هنا انا عمال الف حواليه، عايز اجيبه في نص الشاشه، فبدوس شيفت مع برده الميدل كليك اللي هي السكرول. يبقى السكرول انا اللي بشتغل بيها كل حاجه. شيفت واعمل كده يتحرك معايا يمين وشمال. طب شيفت لوحدها بيلف حوالين الاوبجكت. طب عايز اخش زوم، بعمل سكرول بالعجله. يبقى كده العجله دي بتعمل 3 حاجات. العجله لوحدها لما بدوس عليها بتلف حوالين الاوبجكت. طب العجله مع الشيفت بتتحرك يمين وشمال وفوق وتحت. طب لما بعمل سكرول بيعمل زوم ان وزوم اوت. طيب هم دول بس النافيجيشن اللي انا محتاجهم؟ لا مش محتاج دول بس، لا انا محتاج حاجات تانية. دلوقتي عايز مثلا اشوف الاوبجكت ده من فوق بالشكل ده. فمهما حاولت ان انا اخليه يبقى من فوق، بص يعني مش عارف اظبطها، بص مش عارف اظبطها. اعمل ايه عشان اخليه يبقى مظبوط من فوق كده؟ بص يا سيدي، اولا انت عندك اختصارات وعندك يعني تاب، يعني تقدر تفتح التاب تجيب منها البرسبكتيفز اللي انت عايزها، او المحاور اللي انت عايزها، او انك تشتغل بالاختصارات. اول حاجه عايزك تركز فيها حرف الزال اللي فوق التاب. زرار التاب اللي في الكيبورد حرف الزال بقى، دوس على الزرار ده هيطلع لك مجموعه اختيارات. لو انا دوست على ده كده هيطلعني من التوب. بص كده شيفت وبتحرك بالسكرول، انا كده من فوق التوب كده توب بالظبط. لو عملت كده قلت له فرونت يبقى كده هو من الفرونت. لو عملت كده هيبقى كده باك، يبقى كده من الباك. رايت يبقى كده من الرايت. ليفت كده من الليفت، وهكذا. طيب دلوقتي انا خلاص انا رحت على التوب، انا عايز ارجع بقى تاني للبرسبكتيف. اعمل ايه؟ عادي جدا بكل بساطه، وانت واقف هنا بتدوس على الميد كليك وبتلف خلاص. بص كده، كده انا دلوقتي على الفرونت. اعمل كده اتحرك. طبعا انا استخدمت الاختصار، ولكن انا عايزك مثلا تجيب الرايت وبالميد كليك السكرول الف عادي جدا. طيب الاختصارات بقى ايه؟ الاختصارات من النمباد، من لوحه الارقام بتدوس على واحد بيوديك على الفرونت على الواجهه. طب كنترول واحد بيوديك على الباك، بدل الفرونت يبقى باك. طب 3 بيوديك على الرايت اللي هو اليمين. طب كنترول 3 بيوديك على الليفت. طيب 7 بيوديني على التوب. كنترول 7 بيوديني على البوتوم اللي هو من تحت. طبعا اكمن ده كيوب، انت مش عارف يعني تلاحظ الفرق. طبعا انا يعني انا الغلطه اللي انا عملتها ان انا اخترت كيوب بصراحه، فانا كان المفروض ان انا انزل حاجه مختلفه. خليني مثلا انزل مونكي او سوزان اللي هو ده مشهور بيه يعني بلندر. خليني ادوس لك برضو واحد كده الفرونت. كنترول واحد باك. 3 يمين. كنترول 3 شمال. 7 توب. كنترول 7 البوتوم، وهكذا. طيب لو انا بقى مثلا دلوقتي رحت على واحد ودوست على حرف رقم 2، بص رقم 2 بيعمل ايه؟ بيعمل روتيشن، بيلف حوالين الاوبجكت، بيعمل اوربت. تمام. نفس الكلام 4، نفس الكلام 6.
فاوعى تفكر ان واحد ده هيبقى اديك الفرونت، اتنين يوديك الباك، لا ده انت على الفرونت بس نزلت لتحت. خلي بالك من النقطه دي. يبقى انت عندك الاختصارات 1 و3 و7، او كنترول 1 وكنترول 3 وكنترول 7. تمام. طيب انا ما عنديش نمباد، على فكره انا فعلا ما عنديش نمباد، انا عندي كيبورد من غير نمباد. ازاي بستخدم، ازاي بعمل كده؟ لو دوست على الارقام دي مش هتعمل حاجه. بالزرار اللي انا قلت لك عليه اللي هو من الانبوت، بتقول له هنا ايميوليت نمباد، يعني النمباد اللي عندي اللي هي لوحه الارقام مش موجوده عندي، فانا بستخدم الارقام اللي فوق الحروف كانها ايه؟ النمباد. فتقدر تستخدم الحاجات دي، خد بالك دي مهمه جدا بالنسبه لك. طيب دي كده كانت النافيجيشن جوه برنامج بلندر. اشوفك على خير ان شاء الله الدرس اللي جاي. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.